السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ قبل اي حاجة تعالوا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعمل مع بعضينا كده جلاش روعة. ما اخدش مني بالظبط 10 دقايق وكان عندك احلى جلاش، بجد بجد بجد. كان تحفة. بص انا جبت لفة من جبت لفة من الجلاش. زي ما انتوا شايفين كده، هي لفة كانت عندي في الفريزر من رمضان. طلعتها وقلت ايه، انا اعملها على طول كده لان مش هتاخد معاكي وقت ولا تاخد اي حاجة. وقلت برضو ايه، حاجة حلوة بقى، انتوا عارفين بقى ان النهار طول العيال ياكلوها كده ساعة المغارب. جبت لفة الجلاش بتاعتي وهاخد 4 ورقات، يعني كل 4 ورقات هاخدهم هديهم انتي بقى. يعني 4 ورقات 4 ورقات لحد ما اللفة بتاعتك تخلص. جبت ال4 ورقات بتاعتي دول، مش هادّيهم حاجة خالص، خالص. هاحط المكسرات بتاعتِك بقى سوداني، أنا دوّة كان سوداني، على اللهم صل على النبي، سوداني على سكر، على رشة قرفة، ضربتهم في الكبة عشان يبقوا معاها powder كده ويبقوا حلوين. عندِك بقى أنتِ جوزة الهند، عندِك زبيب، حطي بس عشان ولا الزبيب ولا جوزة الهند بنحبهم في أي حاجة. فأنا بالنسبة لي باكتفي بالسوداني والسكر فقط لا غير. أنا عملت كل 4 ورقات حطيت فيها زي ما أنتم شايفين كده الحشوة بتاعتي ولفيتها زي رول. جبت معايا قارب الصينية، وهو يبقى قارب عشان هاحطه بالطول. هاحط كل بقى رول اللي أنا هاعمله بالشكل ده. يبقى 4 ورقات هنحط فيها الحشو زي ما أنتم شايفين كده أهوّة. الحشوة اللي أنتِ عايزاه، يعني بأبسط حاجة عندِك اعمليها. تبقى تحفة. على فكرة عايزة أقول لكم لو ده كمان كان يبقى مكستر، كان يبقى مهلبية، برضه هتعمليها كده وهتلفيها رول وهترصيها كده في القالب بتاعِك. ما فيش أسهل من كده. هيطلع معاكِ بُغاشة روعة. 10 دقايق يبقى عندِك الجلاش. حد اتصل بيكِ قال أنا جاي لِك، بسرعة هيبقى عندِك. عملتهم كلّهم زي ما أنتم شايفين وهاقطعها على هيئة مثلثات أو سمبوكسات، اللي أنتِ عايزاه اعمليه. أنا عملتها سمبوكسات يعني يمين، شمال، يعني وأنتِ بتعملي طبعًا هتعرفي الحوار دوّة. تمام. بعد كده هتعملوها مثلثات زي ما أنتم شايفين كده. مثلثات سهلة يا جماعة، يمين وشمال، يمين وشمال. بعد كده جبت كوباية معايا من السمنة على الزيت، أو نُص كوباية، مش كوباية صراحةً، نُص كوباية سمنة وزيت، يعني المقدار نُص كوباية، يعني ربع وربع. ورُحت حاطة عليها معلقة بيكنج باودر وهتقلبيها وتقومي ساقية زي ما أنتِ إيه، زي ما أنتم شايفين كده. بس بشرط اللي أنتِ تحطي بين الفراغات، تعرفي كده إن السمنة بتاعتِك وصلت بين الفراغات. تمام. صلّي على النبي لو أنتِ معايا لحد هنا عليه الصلاة والسلام. بعد كده أنا طبعًا كنت قايدة already الفرن بتاعي قايداه. أنا طبعًا عندي عسل من رمضان. طبعًا العسل معروفة. كوبايتين من السكر على كوباية مَيّة على رشة ليمونة على رشة فانيليا، وهتسيبيهم 10 دقايق على البوتاجاز وتحطيهم في التلاجة. أنا من النوع اللي باحب أعمل الشوربات وأركنه في التلاجة، بس أنا كان عندي صراحةً من رمضان وعلى طول أنا باعمله وباركنه، بحيث طقِّت في دماغي أعمل حاجة حلوة ما اقولش لأ أنا لسه هاعمل الشربات. بصوا زي ما أنتم شايفين كده بتوزّعي. طبعًا دخّلتها على درجة حرارة 170 وما قيدتش عليها صراحةً الشواية، أنا سِبتها هي يا دوبك كان 10 يعني ربع ساعة كانت باللون الجامد اللي أنتم شايفينه ده. جبت العسل بتاعي طبعًا ساقع وقُمت ساقياها، تسقيها كده هتلاقيها بتشرب، تبقى خلاص كده شكرًا بقت تحفة. بس هتغطّيها. عايزة تبقى كده ناشفة ومقرمشة ما تغطّيهاش. بس أنا عشان عندي أطفال بيحبوا بقى الحاجة تبقى يعني طرية شوية، فأنا صراحةً غطّيتها قيمة ربع ساعة كده أو 10 دقايق عشان بس تبقى طرية معايا ما تبقاش مقرمشة ويعرفوا ياكلوها. أنا طبعًا هنا كنت باسقيها باتأكد لإن بُصّوا أنا بانزّل ما تقولوش كل ده عسل، أنا منزّلة أصلًا سرسوب، سرسوب. ورُحت هنا إيه مغطّياها. جيت هنا بقى باورّيها لكم، كان ابني بقى إيه قال لي: "لا، لا، أنا أدوق، أدوق، أدوق الحتّة اللي هناك ديّة." بُصّوا بقى الجمال، جمال، جمال. أخدت وقت والله ما تقولوش لأ أنتِ مجرية، ما فيش. دخلت المطبخ باعمل كوباية شاي، طلعت لهم بالجلاش. يعني بُصّوا أهو، ما فيش أسرع من كده. فرّحي كده عيالِك بحاجة حلوة. بعد كده بقى خلاص هي كده كانت خلاص متقطّعة، بس أنا كنت باسلّكها من بعضيها. بُصّوا بقى هاورّيها لكم. حتّة كده غنيّة كده، غنيّة كده وملظلظة كده، ومش ملظلظة مثلًا بقى إيه، طريّة. فاهمين أنتم قصدي؟ لأ، يعني كده ملظلظة كده بخَفّة كده. مهما أقول لكم برضه مش هاوصف لكم. شايفين الجمال؟ بُصّوا كانت تحفة وطلّعت معايا كتير، يعني الطبق ما شاء الله كده لو في حد عندِك تحطّي كده كل حد فيه قطعتين أو حاجة، على فكرة هتبقى كفاية أوي يعني. والسُكّر بتاعها كان خفيف. كانت روعة بجد، بجد يعني اللي أنتِ إيه، لضيف لأي حد تعمليها له سريعة وجميلة. بُصّوا الجمال بقى وأنا باقطّعها كانت عاجباني، ما فيش حاجة لازقة. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، فيديو جلاش كده ما فيش أسرع منه، حاجة حلوة. لو الفيديو بقى عجبكم ما تنسونيش باللايك والشير. أشوفكم في فيديو جديد.
من منوعات سالي صلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.